السلام عليكم حبايبي حلوين، كيف بقيتو؟ نتمنىكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في قناه صباح اليوبي شانيل. اليوم جيت معكم فيديو جديد. دائما الوصفات ودائما الحلويات. اغلبيه كنشارك معكم الحلويات حيت داكشي اللي كنعرف له انا. المهم غادي نصوب معكم واحد الكيكه اللي كتجي زوينه، كنحطوها للضياف في المناسبات، يعني في اي وقيته ممكن انك تحضريها وبقوا ساهلين وبسيطين. يعني بامكانك انك تلقايهم في اي كوزينه مغربيه. المهم نبداو في المقادير، حيت مبغيتش نطول عليكم فيديو صراحه، راه جاني طويل ومع انا واحد ثقيله مني مكان راه طولت فيه، ولكني حاولت انني يعني ناخذ لقطه من هنا ولقطه من هنا، حطيت لكم فيديو غير صغير صافي. المهم اول حاجه بديت بها هي جوج بيضات وزدت معاهم كاس ديال سنيده. هذيك الزليفه راه كتعبر ليا كاس ديال سنيده. طربتهم مزيان مع قبيصه ديال الملحه، عطيتهم تطرب مزيان. عاد بديت كنزيد الزيت شويه بشويه كما شفتوا في الفيديو، كنزيد شويه بشويه وما كنديرش الزيت كاس كامل، لا كندير غير 4 كاس، وداك 4 كاس كنكبو شويه بشويه مع التطراب. من بعد ما كنطرب مزيان كما قلت لكم انا راه منقصه الفيديو، يعني راه حتى كنطرب داكشي مزيان عاد كنبدا نزيد. زدت كاس لاروب ديال الحليب هانتوما كما شفتوا، وبعد ما طربته مزيان زدت معاه كاس لاروب ديال الماء اللي طايب، طيبته مزيان عاد درتو. من بعد زدت معاه الروح ديال الليمون، انا ما توفروش عندي قشور الليمون. بالنسبه اللي عندها قشور الليمون ولا قشور التشين ولا حيت راكم شو ما درتش فاني، داكشي علاش ضروري خاصني شي حاجه نسم بها، داكشي علاش درت الروح ديال الليمون. انا توفرت عندي كما قلت لكم. بالنسبه للبنات اللي ما متوفراش عندهم بامكانكم انكم تستبدلوها يا بالفاني يا بقشور الليمون يا بقشور ديال التشين. صافي من هنا فاش بقيت كنطرب مزيان حيدت دابا الطراب الكهربائي وجبت غير الطراب العادي حتى نبدا نزيد الطحين اللي ديجا مغربل. راه غربلته عاد بديت كنديرو صراحه، فاش ما كنديروش مغربل كيعطيني داك التطوا بزاف وكيعذبني، وبعض المرات كنضطر انني فاش ما كنديروش مغربل كنطربو بالطراب الكهربائي باش ما كيبقاوليش ديك الحبيبات ديال الطحين، ولكن فاش كنغربلو كيعطيني الطوع. صافي هنايا بعد ما ضربته مزيان وبدات كتحط ليا ديك اللعيبه ديال الثمانيه اللي دائما كنقولها لكم باش كنعرف بلي الكيكه راه يعني خاصها تدخل الفران، يعني بلا ما نزيدها الطحين بلا ما نغسلها. صافي درتها في هذا المول هذا، نتوما باي مول عندكم، انا توفر عندي هذا درتها فيه. وبالنسبه للكيك اللي غادي نديرها على شكل طبقات يعني ضروري خاصها هذا. صافي درت هذا المول هذا. من بعد غادي نصوب لا كريم ولا كريم كراميل ديالي. درت هنايا كاس لاروب ديال سنيده، كاس لاروب ديال سنيده، وغادي نزيد معاها تا غادي تذوب ليا سنيده مزيان، وكنديرها على بوطه مهيله وكنحركها بداك المعلقه الكبيره ديال الخشب. الا حركتيها بالمعلقه ديال الحديد ما غاديش تستقلك وغادي تلصق لك فيها بزاف. انا اول مره جربتها بها ما صدقات لياش وبقات تلصق ليا فيها. من تما وانا كنستعمل غير هذيك ديال الخشب صراحه ناضيه. المهم صوبتها على بوطه مهيله ودرت نص كاس ديال الحليب وزدت معاه هذاك الكراميل اللي فلون كراميل وخلطتهم مزيان عاد كبيتهم عليه باش كتزيد تعطيني داك المذاق. المهم حطيتهم على جنب وجدت السقوه درت فيها حتى هي نص كاس ديال الحليب، كبيتهم في زليفه ودرت معاها نسكافيه. و يعني حركتهم مزيان حتى دابت ليا داك نسكافيه كما شفتوا. من بعد سقيتها كامله. وكما كنقول لكم انا دابا هنايا عندي الكيكه سخونه عاد جبتها من الفران وعندي كاس ديال الحليب بارد اللي حركت فيه نسكافيه. وكيكون العكس فاش كتكون عاوتاني كيكه بارده ضروري خاص السقوه تكون سخونه باش تشرب. هانتوما كما شفتوا دابا حيت واخا سخونه الحليب بارد داكشي علاش شرباتو ليا دغيا. صافي هنايا كنسقيوها مزيان وكنستناوها حتى كتختار. فاش كنقاسوها بيدينا كتبان لينا بلي صافي راه شربات داك السقوه وما بقاتش ما بقاتش سخونه عفوا. المهم هنايا جبت كاسرونه باش غادي ندير الطبقه الثانيه. درت فيها نص سيطرو ديال الحليب، 2 معالق ديال مايزينا، وغادي نزيد معاهم 2 ديال الفلون العادي اللي كنديرو دائما في رمضان، هانتوما راكم كتعرفوه. صافي هنايا درت 2 وتما عندي داك فلون ديال الكراميل اللي درت في كريم كراميل ديالي درت معاه غير معلقه باش يعطيني داك المذاق. صافي هنايا كنطربهم مزيان وكنديرهم في قلبوطه حتى كيعقادوا مزيان. غير انا ما صورتش معكم داك اللقطه ديال انني فاش خليتها تبدا تعقد شويه زدت معها داك كريم كراميل اللي ذوبت باش عطاتني داك اللذه. صافي من بعد طربتهم مزيان مع بعضياتهم وحطيتهم على جنب.
على ما ندريسيهم فوق في المول ديالي. ها نتوما كيما شفتوا راه طربتها مزيان، عاد درتها فوق البوطه. ها هي كيفاش طلعت. صافي هنايا كنكبها على الجينواز ديالي. انا راه الكيكه ديالي كاملين كنديرهم على شكل الجينواز باش ما كيجونيش كيكهموا. كنقص فيهم زيت بزاف وما كنديرش فيهم بزاف ديال البيض، ومع ذلك كيجوني عاديين، يعني ماشي كيجيو ناقصين في الطول ولا شي حاجه بحال هكا، كيجوني عاديين بحال اللي مصوبه كيكه عاديه، غير هي ما كتكونش كتكهم. هنا غادي ندير داك لاصوص الفوقانيه كاع الطبقه الثالثه. درت هنايا كاس، ماشي كاس زليفه صغيره. هانتوما كما كتشوفوا الزليفات هادو كيهزوا ليا معلقه كبيره ديال السكر كلاصي، ومعلقه كبيره ديال الطحين، و واحد شويه ديال الشكلاط، ما عقلتش شحال، مي واحد المقدار يعني على حسابكم نتوما. وزدت واحد معلقه ديال العسل غير باش كتعطيني داك اللمعه، حيت ما درتش فيها الزبده. صافي هنايا بعد ما كندخلها للثلاجه حتى كتبرد عاد كنبدا نحط هذا الشيء. راه حتى الكيكه درتها حتى خليتها حتى بردات، عاد درت عليها الطبقه الثانيه، وهاد الطبقه الثانيه خليتها حتى بردات، عاد درت عليها هاد لاصوص هادي ديال الشكلاط. وهاد لاصوص هادي دابا نشاركها معكم غير بوحديتها، صراحه كتجي فنه. وهاد لاصوص هادي راه ما كنديرهاش غير في الكيكات، كنديرها حتى فاش كندير الكريب وبزاف ديال الحوايج كنديرها معاهم، كتجي زوينه بزاف. صافي هنايا كنحاول نقادها فوق لاطاط ديالي. ها نتوما شوفوا كيفاش كيجي الشكل ديالها، الصراحه جات زوينه بزاف. نتمنىكم انكم تجربوها البنات وتردوا لي في كومونتيرات. ها نتوما هنايا غادي نصوبها بالسلوفان، حيت غادي ندخلها الكونجيلاتور، حيت انا بغيتها زعما ضروريه، بغيتها دغيا. يعني بامكانكم نتوما تخليوها ليله كامله في الثلاجه، غير انا درتها في كونجيلاتور حيت كنت محتاجاها. صافي هنايا بعد ما كنخرجها، اصلا داك الشكلاط راه دغيا كيجمد، يعني ما خداتش مني واحد 5 دقائق في كونجيلاتور، ما خليتهاش بزاف. صافي هنايا كنحيد لها داك المول. داك الوسط معاه جاتني داك الكيكه شويه طالعه من الوسط، داكشي علاش مال ليا الشكلاط شويه، ولكن انا قديته زدت شويه ديال الشكلاط من الوسط راه ما جاش باين. صافي هنايا جبت طونيك ديال باستا، ودقيته مزيان، دقيته وهرمشته، عاد درتو من الجناب. نتوما شنو ما كنشوفوا عندكم يا الفيرميسي يا بمو اخر، يعني الدريساج كيكون اختيار ديالكم. ها نتوما شوفوا الكيكه كيفاش جات. نتمنى تعجبكم بزاف. الفيديو ديالي وصل النهايه ديالو. بالنسبه للبنات اللي كيعجبهم بحال هاد الفيديوهات، ما تنساوش انكم تحطوا لي كومونتير، والبنات الجداد ما تنساوش انكم تابوناو في القناه باش يبقاو يوصلكم الجديد ديالي. كنبغيكم بزاف، بسلامه.